النقطة الرابعة هي تركاية خطيرة جدا، لازم انت كمونتير تكون شاربها، وانت كسيناريست لازم تكون مدرك ان اللقطة دي هتتحط في المكان الفلاني عشان تبين او عشان تغير لك القصة كلها. والمشهد ده كان كمان نقطة تحول، اللي هو اخد القصة قدام شوية لطريق تاني خالص. بدل ما كان هو رايح يعمل تظلم عشان يرجع القاهرة، لا هو بقى مدير الوحدة. هتسألني ايه هي النقطة المهمة جدا؟ هقول لك لما دكتور اشرف قال للترشوخي افتح المروحه، وبعد كده جبنا شوت للترشوخي وهو بيفتح المروحه. ما ينفعش نهائي باي شكل من الاشكال تحط شوت ويبان للمتفرج بدون ما يكون ليه معنى او بدون ما يكون ليه هدف، ده ما ينفعش. فانت حطيته، انا عشان حد فاهم قلت المشهد ده او المروحه دي هتغير حاجه في الموضوع، مش اللي هو انت قاعد في بيتك وحران فتقوم تشغل المروحه والمشهد يمشي عادي، لا خالص. المونتاج مش كده، المونتاج طالما حاجه اتحطت لك يبقى لازم يكون ليها معنى. ومع مرور الوقت ودكتور عاطف بيكلم دكتور اشرف والدنيا ماشيه، انت ممكن كمتفرج تنسى موضوع المروحه. فهنا المخرج والمونتير بيفكروك ان المروحه ليها عامل مؤثر جدا في المشهد، لما جابوا لك شوت ليها مبينه المروحه ودكتور عاطف ودكتور اشرف قاعدين تحت. هنا انت اكيد كمتفرج قلت وش المروحه دي هتقع، فهنا المونتاج عمل لك تشويق، انت بدات تفكر المروحه هتقع ولا مش هتقع، بقيت مشدود، اعصابك مشدوده. تخيل انت كده وقعوا المروحه مره واحده من غير ما انت تشوف شطات المروحه دي، هل انت هتحس بالخض او هتحس بالتشويق وانت بتتفرج؟ مستحيل، لان المشاهد اللي اتحطت في النص اثناء الحوار وهم بيتكلموا اديتك نوع من التشويق ونوع من الإثارة. وبالفعل ختام الحلقة كان ان المروحة وقعت على دكتور أشرف، وبدأت القصة انقلبت من اللي هو بيعمل تظلم للي هو لبس في الوحدة. بكده تكون الحلقة الأولى في المسلسل خلصت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا من التركات اللي اتكلمنا عنها. ولو في أي ملحوظة عندكم ممكن تقولوها لي في الكومنتات، أو ممكن تتواصلوا معايا من خلال حساب الفيسبوك أو خلال الواتساب. هتلاقوا في الديسكريبشن لينك الفيسبوك ورقم التواصل على الواتساب. استنوني في الحلقة التانية ان شاء الله اللي هنتكلم فيها عن تركات برضو حلوة جدا في المونتاج. كان معاكم عبد العظيم شامل، ودي قناة اليوتيوب بتاعتي واللي بتكلم فيها عن تركات في المونتاج والتصوير. السلام عليكم.